في كتالوج المخلوقات البشريه صفحه رقم 1 البنات، صفحه رقم 2 مظهرهم. مفيش غير هم حاجتين بس اللي موجودين في الكتالوج، محجبه وعارفينها وشكلها عامل ازاي، ومش محجبه وعارفينها برضه وشكلها عامل ازاي، مش محتاج نتكلم عليها خالص، عارفينها. في مخلوق جديد بقى في النص كده ملقح من الطرفين، ما تفهمش ده واخد فيروس في حته حساسه ولا ايه، ده هو هجين. هتقولي ده بقى البنت الطبيعيه بتتحجب ليه؟ اكيد مش عشان حاسه بحاجه كده اهو سهم يعني، لا، عشان تقرب من ربنا. البنت التانية دي بقى اللي هي قررت تغطي شعرها، مش هنقول محجبه خالص خالص. بص بقى، ما حدش يقول لي دي مهما كانت بنت برضه وشوفها وقدر ظروفها، ما حدش عارف هي لابسه طرح ليه، لا دي لابسه في زون ومقمطه عليه، وادي الكتالوج اهو. انا اقول لكم المخلوق ده قرر يغطي شعره ليه. صاحبتها الطبيعيه هتيجي تقول لها ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ هو انت عملتي كده ازاي؟ خد في وشك بقى مطرشه اسباب. بس انا كنت واقفه قدام المرايه في يوم كده ولا بيها ولا عليا، الواد حماده ابن خالتي معدي راح حادفني بالبوكسر، راح شابك في دماغي، قلت يا لهوي على القمر، ايه الحلاوه دي؟ فقلت اما البس الطرحه يعني فيها ايه؟ ما انا شكلي حلو اهو مغطيه شعري. السبب الاوقع الحقيقه صحابي ما كلهم عاملين كده ولابسين زيي ومغطين شعرهم برضه، وبعدين اهلي قعدوا يثبتوا عليا بقى، فانا عملت كده بقى بمزاجي بقى. اقنعت نفسها باسبابها ووقفت قدام المرايه. المرحلة دي من أخطر مراحل تكوين الهجين ده، عشان بيتنقل يعمل ميكسات، بيقلد المخلوقات اللي شبهه اللي اكتمل الهجين بتاعهم. يعني أنت عمرك شفت كلب راح يتفرج على القطة عشان يتعلم ازاي يعمل حمام؟ ما الكلب هيروح للكلب اللي زيه عشان يعلمه يعمل حمام. ناخدها مرحلة ومرحلة ونشوف لبسها عامل ازاي. البنطلون، لا هو انا مش هلبس واسع يعني دريس وكده افضل ماشيه جوه الدريس، بصراحه انا هلبس جينز. الجينز جينز بس مش ضيق قوي يعني، ماسك شويه ضيق سنه، فاهم؟ هلبس فيزون اللي فوق البنطلون، هلبس شيرت من هنا كده اهو، من هنا لغايه الكمر كده، واشمر الشيرت، هلبس بادي، البادي عادي. اهم حاجه مغطيه شعري بس. الطرحه ليها كذا اسم، لفه، ربطه، قمطه، شنطه بلاستيك. اساس القمطه القفا يكون باين، تاتو الهلال واضح عندك. تاتو دي اسمها قمطه الخرتيت الفولاذي. تجيب قطع العربيه النايلون تشقه من النص، تلف وتقمط تقمط. دي اسمها لفه الجاموسه العذراء. تجيب اي كاسكته معفنه بتاعت اخويا الصغير، تقصها من قدام، تلف عليها 17 طرحه، دب 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 دب، تلف، بيسموه التوربون، شبه البتاع اللي بيسدوا بيها قدره الفول. المخلوقات دي فيها حاجه عجيبه جدا بقى، الهانش بتاعهم، الهانش يا حضرتك فوق، ما عندهم هانش كده كبير، يعني تخيل دي حركه الواحده الهانش بتاعها فوق، تخيل تعمل حمام ازاي يعني كده اهو. شوفيت من استاذ وتلاقيها خارجه بقى بالمناديل عماله تعمل كده. يا جدعان ده طبعا صحابها اول ما يشوفوها، ايه الحلاوه دي يخرب بيت سنينك، احنا لازم نعمل زيك يا لهوي، والفيروس يتنقل. تيجي واحده محجبه طبيعيه تقول لها يا بنتي انت عامله في نفسك كده ليه؟ انت مش عارفه ان احنا، لا بقى بقول لك ايه، فكك من الكفن اللي انت لابساه ده، بقول لك ايه، فكك اهم حاجه انا مغطيه شعري. وبعدين ايه التعقيد ده؟ الهي يكفنوكي في ورقه كيت كات معفنه سايحه في درجه حراره 50. لازم نتكلم على موضوع مهم قوي، ان المخلوقات دي عندهم سلوك غريب قوي. الطرح اجباري في القاهره وضواحيها والفيسبوك عشان اهلي والحاج حمام ما يشوفنيش عريانه، انما في الساحل الشمالي وضواحيه والانستجرام والسناب شات والفولدر هيدن على الموبايل بيقلعوا زي ما هم عايزين. وطبعا ما تنسيش بقى الفرح، ده يوم وهيعدي، هقلعه يوم واحد، ده يوم في العمر. حضرتك ما تعرفيش ان فيديو الفرح بيفضل متصدر البوكس اوفيس بتاع العيله لغايه ما حد تاني يتنيل يتجوز. في النهايه بعد ما الهجين اكتمل، احب اقول تجربه عمليه بسيطه جدا، ادي المحجبه اهي، ادي مش محجبه اهي، الكائن المنيل ب 60 ليله اهو. لو اي حد من الطرفين شم حاجه من الكائن المنيل ب 60 ليله كنا لازم نتكلم عليه ده اهوت، هيطلع لنا حاجه رابعه ملهاش اي علاج، ممكن تلبس قطع على الطرحه. ابوس ايديكي، ابوس رجليكي، صباع وضافر، مادام اخترتي انك تشيلي لقب محجبه خليكي قده، عشان ده مش طرحه والسلام، ده اللي بيميز الاسلام.